السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم مع وصفات نور هديل. الوصفة تاعي اليوم حنحضر دولمة الكرومبيط بمرقة بيضاء. هذه الوصفة التقليدية الجزائرية الغنية عن التعريف. تفضلوا معايا تشوفوني كيفاش نحضرها. عندي نص راس تاع كرومبيط، راح نخليه يطيب نص طياب. انا جهزت القدرة تاعي، حطيت فيها الماء، نحط الكرومبيط، ايضا نص حبة قارص، ايضا كمية من الملح، يعني حوالي تقريبا نص ملعقة. انا في ريسيبيون عندي كمية من اللحم المفروم اللي هو فيوند هاشي. نحط كمية من البصل، كمية ايضا من معدنوس، حوالي زوج مع ملاعق كبار تاع الرز هنا طايب. ايضا نحط توابل، قليل من الملح مع قليل من الفلفل الكحل والقرفة. ايضا نزيد نحط شوية ماء، ونخلط يعني نعجن هاد الفيوند هاشي حتى وين تتجانس المكونات. هنا في كوكوطة عندي نحط قليل من الزيت، عندي حوالي حبة بصل سكرفجوها ولا رحيوها في الأشواغ. نقلي البصل مليح. عندي قطعة تاع عظم أنا حنضيفها، راح تطيب لنا في المرق. كما نعرفوا العظم يطلق البنة في المرقة. نخلي البصل يتقلى شوية، نحط له التوابل. عندي تقريبا ملعقة صغيرة تاع الملح، أيضا قليل من الفلفل الكحل، أيضا نزيد نحط القرفة، ونخلي البصل يتقلى مليح هكذا باش تجي المرقة يعني فيها بنة تجي بنينة. هنا الكرومبيطة طاب نص طياب، نصفيه من الماء ونخليه حتى يبرد، ومن بعد نبدأ نحل هذوك الورقات. نعاود نولي لاكوكوط، بعد ما تقلى اللحم نمرق شوية كما راكم تلاحظوا. شوفوا كيفاش ولا اللون تاع البصل تقلى هكذا باش يعطينا بنة في المرق. نحط شوية ماء ونخليه يزيد يتبال على نار هادئة تماما. نغلق عليه، يعني نغلق على كوكوط، ونعاود نولي الورق تاعنا. بعد ما فتحت هذوك الورقات تاع الكرومبيط، هاد الجهة اللي تجي عصية نحيها، هكذا. ومن بعد نجيب كمية تاع اللحم المفروم اللي جهزناه، ونغلق الحبة كيما نغلقو البورك. نكمل كامل الحبات اللي عندي. بعد ما كملت الحبات كامل حطيتهم يتقلاو في الزيت، نخليهم حتى وين ياخدوا لون ذهبي، يعني ماشي شرط حتى يطيب الكرومبيط، يعني مهم ياخد هذيك اللون تاع التحميرة فقط. كما راكم تلاحظوا بعد ما تحمروا من الجهتين نحطهم يعني على ورق مصاص هكذا باش نتخلصوا من الزيت الزائد. نعاود نولي القدرة تاعي نحطهم
الأقل. أنا كان قعد لي يعني الكرومبيط، قعدوا لي ورقات، نحيت هذيك الجهة يعني الجهة الصياء، وقطعتهم يعني قطعته قطع رقيقة يعني صغيرة، ونزيد نضيفهم الفوق بهذا الشكل. يعني الكرومبيط المتبقي زدت ضفتو. أيضا نزيد نحط كمية من الحميصة. الحميصة هنا طيبها نص طياب، ومن بعد نمرق. من الأحسن تمرقوه بالماء الساخن، ومن بعد نغلق على لاكوكوط ونخلي الطياب تاعي يتجمر. الجواز راهو طاب وتجمر، دوك تشوفوه جاهز في طبق التقديم. نحطوله رشة خفيفة تاع معدنوس من الفوق. يعني هاد الوصفة بنينة بزاف، ظلمة الكرومبيط، خاصة إذا تبعتوا الخطوات في تحضيرها. في النهاية نقولكم إلى اللقاء مع وصفة جديدة، في أمان الله.